آه، القطعة ديت قابلتنا في الحفر بعد حوالي أكتر من 8 متر نزول. آه، الحجر اللي نزلنا فيه حجر صخري متعدد الأنواع، بما فيه صخر وجلمود وحجر جيري. طبعا معظم الحجر الجيري اللي بيقابلنا آه، آه، فيه زي عروق سودة، وكأنها بتديني زي أسهم محددة مكان النزلة ومحددة الأماكن اللي طالع منها القطعة ديت. القطعة دي لقيناها بالظبط على 8 متر بعد النزول الرأسي بتاع حوالي مثلا في قطرة أكتر من 7 متر، ماشيين في قطرة كده زي 7 متر. و قابلنا زي طبق مقلوب. الطبق المقلوب دوت حجري. آه، طبعا الطبق الحجري اللي لقيناه مقلوب هو بيدل ان دي بداية النزلة بتاعتنا اللي فيها المكان بتاعنا. دي طبعا الرموز اللي مكتوبة عندي وانا بوضحها بما فيها الخطوط وبما فيها الكلمات، جزء جزء من اول القاعدة. ناخدها كده سنة سنة علشان حضراتكم السادة الأفاضل يبقوا شايفينها ويقدروا يعني يتواصلوا معانا. ده جعران كبير على بطن القطعة، والجعران طبعا بيبقى له إشارة دلالية للعروسة اللي موجودة تحت إيدينا. طبعا وجود النسر وبيبقى ماسك في رجليه يعني زي قمح، يعني اللي هو رمز السلام للأرض، وفرض جناحينه على القطعة كلها هو بيدل على الهيمنة والسيطرة للقطعة اللي موجودة. ودي أميرة ملكية فرعونية. والشغل دوت يعني شغل عالي جدا بفضل الله. احنا بنصور القطعة وبنوضحها من جميع الجوانب بتاعتها، لان هي دي بس اللي لقيناها في الحفر بتاعنا لحد وقتنا هذا. لكن ان شاء الله رب العالمين في شغل تاني طالع مع القطعة ديت. المفروض ان شاء الله رب العالمين هنبدأ في حفريات من بعد العيد ونبدأ نطلع المكان بتاعنا. احنا صورنا القطعة ديت علشان نعرضها للبيع طبعا، علشان نقدر نكمل بقية الشغل بتاعنا. احنا بنوضح القطعة. طول القطعة 51 سنتي. الوزن فيها 7 كيلو 800 جرام. طبعا الجعران محزم وسط الأميرة، وده معناته إن الأميرة ديت ما كانش لها أولاد أو ما بتخلفش أو ممكن تكون ما اتجوزتش، ولكن مش هو ده موضوعنا. إحنا بس بنشرح اللي يخص القطعة دلوقتي من جمال ومن حلاوة للقطعة كلها. طبعا ده الرسم الموضح قدامي ودي القطعة الموضحة قدامي. انا اتكلمت فيها كلام بسيط، مش عايز اوضح رموزها بتقول ايه ودنيتها بتقول ايه. ده مؤقتا لحين ما نعرض للمشتري، والمشتري بقى هو يشوف بقى دنيته. احنا وضحنا الرموز كلها هيت، ووضحنا القطعة هيت، وفصلنا فيها كل حاجة موجودة عندي من وإلى، علشان تبقى كل حاجة واضحة، علشان إن شاء الله رب العالمين نحاول نشوف يعني بيع للقطعة اللي تحت إيدينا. القطعة كاملة قدامنا زي ما حضراتكم السادة الأفاضل شفتوها، وإن شاء الله رب العالمين يعني نتمنى أنها يعني تحوز على إعجابكم. وإن شاء الله رب العالمين هي جاهزة للمعاينة.
يعني لو حضراتكم عايزين تعينوها نقدر نعينها وتشوفوها براحتكم وتقولوا رأيكم وتقولوا كمان سعركم اللي انتوا عايزينه، احنا معاكم. واحنا عايزين نبيع القطعة ضروري يعني. ف ليكم منا كل التحية ولسيادتكم يعني جزيل الشكر. شكرا شكرا. السلام عليكم.